شايف الصورة اللي قدامك دي يا سيدي البندقية اللي كانت مع الجندي المصري محمد صلاح اللي عبر الحدود وقتل 3 من الجنود الإسرائيليين. وأنا كمحمد عايزك تركز في البندقية دي شوية. ليه يعني يا عم محمد؟ يعني أنت سايب الليلة كلها وكل اللغط اللي حاصل ده ومركز في السلاح اللي كان مع الراجل؟ والله هو كلامك منطقي يا صديقي، ولكن لما تعرف اللي ورا البندقية دي هتعرف أنا أقصد إيه، لأن إحنا هنعرف منها إجابة على سؤال مهم جدا، وهو ازاي جندي مصري قدر يصفي 3 من جنود الصفوة الاسرائيليين اللي هم يعتبر مدربين. يعني ازاي فرد مجند من الامن المركزي حتى مش من الجيش مثلا قدر ان هو يخترق الحدود بين مصر واسرائيل ويعدي اكتر من 5 كيلو متر؟ والسؤال الاهم هو ايه ردة فعل الصهاينة على الحادثة دي؟ انا عايزك تركز معايا في اللي جاي عشان في بدأت روايات تطلع عن الحادثة ومعلومات كتيرة جدا وتفاصيل زيادة مهمة لسه محدش اتأكد منها ومن صحتها بنسبة 100%. وبفكرك يا صديقي تعمل اشتراك في القناة عشان تعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع، لان مسافة ال5 كيلو متر اللي عبرها الجندي المصري دي مش 5 كيلو عاديين، دول 5 كيلو من مسافة الجبال الوعرة اللي مش اي حد يقدر يعديها، ما بالك بشاب مجند من الامن المركزي ومع ذلك قدر ان هو يعبر المسافة دي ووصل للمنطقة المحظورة، المنطقة اللي فيها سياج حدودي اللي عملته اسرائيل من 2010 واللي كلفها ملايين الدولارات، مع العلم ان السياج ده ارتفاعه عالي جدا ما تقدرش انك تعديه. ازاي الجندي ده عداه بقى؟ اهو جزء من الاجابة دي موجود في سلاح الجندي. لازم تعرف يا صديقي ان البندقية اللي بيمسكها الجندي ده واي جندي موجود في الخدمة عموما، المهم ان السلاح ده بيبقى فيه حاجة زي السكينة في مقدمة السلاح، ولما بتتحط في الجراب بتاعها بتبقى عاملة زي القصافة تقدر تقص بيها الأسلاك الشائكة، ودي اللي قدر بيها المجند ده ان هو يقص الأسلاك الشائكة ويعدي من خلالها. ولكن في نقطة، السكينة الصغيرة دي مش هتقدر على كل الحيطة الكبيرة دي، فأكيد في حاجة مش مظبوطة. وهنا حسب روايات الإعلام الصهيوني ان الجندي ده عرف سر خطير جدا مش أي حد يعرفه، وهو منفذ الطوارئ اللي كان موجود داخل السور، ودي كانت ملحومة بلحام خفيف غير باقي السور، يعني تقدر انك تقصها بسهولة، وده معمول كمنفذ طوارئ، يعني مش بيتم استخدامه غير في عمليات ضرورية جدا وما يعرفوش غير كبار القادة. ازاي بقى الجندي ده اللي نحسبه عند الله من الشهداء قدر يعرف مخرج الطوارئ ده؟ زائد كمان ان محدش يعرف ايه اللي خلى الجندي المصري ده يجري 5 كيلو في المناطق الوعرة دي، ده ولا رامبو يا راجل. وافتكر كمان يا صديقي معايا ان المجند ده من الامن المركزي حتى مش من الجيش، وده طبعا مش قليل منهم، تحية لكل جنودنا وظباطنا سواء في الشرطة او الجيش، لكن عشان تدريب الامن المركزي اقل عنهم، وده اللي يخلينا بقى هنا نستغرب ازاي الجندي قدر يعدي السلك. حسب البيانات اللي طالعه من الاعلام الصهيوني ومن خلال خزنة السلاح اللي كانت موجودة مع الاثنين اللي ماتوا من الجيش الاسرائيلي ما خرجش منها رصاصة واحدة. ده معناه ايه؟ ان الجندي المصري هو اللي باغت بالهجوم واللي تم الساعة 6 الصبح، والقيادة ما عرفتش بمقتلهم غير الساعة 9، وده طبعا اللي خلاهم ان هم يخمنوا انها عملية نضال من المقاومة الفلسطينية، وبعتوا حملة عشان يدوروا على العناصر اللي عملت الموضوع ده، لان ما حدش طبعا هيجي بباله ولا عقل ولا منطق ان اللي عمل الكلام ده كله هو فرد واحد بس، علشان يلاقوا جندي لابس لبس الامن المركزي ويبعتوا قوة علشان تشتبك معاه. وقدر الجندي المصري يقتل منهم 1 ويصيب 2، فترجع القوة لورا ويبعتوا قوة اكتر عشان يستشهد الجندي. ولقوا معاه 6 مخازن للذخيرة وبندقية ومصحف زي ما مع اي حد في الخدمة، مش تطرف زي الناس ما بتقول. وهنا لازم نسأل نفسنا السؤال المهم، هو اللي عمله صح ولا غلط؟ هنا يا صديقي لازم نفرق بين موقفين، 1 وهو الموقف السياسي، 2 وهو الموقف الاجتماعي وهو الموقف الشعبوي زي ما بنقول. وحسب الموقف الشعبوي الراجل ده بطل ونحتسبه عند الله من الشهداء وعمل حاجة كلنا نفسنا نعملها مفيش كلام. لكن الموقف السياسي ده موضوع تاني خالص وليها قوانين وقواعد تانية خالص.
خالص. لازم تعرف يا صديقي ان حدث زي ده هو خطير جدا 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 على المستوى السياسي، وكان ممكن يعمل حرب تولع في الشرق الاوسط كله. ومن هنا تاخد بالك من ردة فعل الكيان الصهيوني. مش شايفين الصهاينة لا نددوا ولا كان ليهم ردة فعل جامد. وعايزك تعرف انه كان زمان بيتقتل جنود كتير في الحدود وما كناش بنتكلم، وتلف الايام ويحصل نفس الموقف بس بالعكس. وده ان دل على شيء يدل على ان الموقف السياسي المصري قوي لدرجة ان انت جوه اللعبة السياسية انت برضو منتصر عليهم ومخليهم مش عارفين يتحركوا. وفي النهاية اتأكد يا صديقي اللي انت عامل اشتراك في القناة ولايك على الفيديو. سلام.